المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية التي أستهلها بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. فرع التعليم بالجنوب يقيم أنشطته. ارتفاع الحوادث المرورية في الإقليم الأوسط. ألمانيا تعلق عملياتها في مالي ردا على رفض المجلس العسكري السماح لطائراتها بالتحليق. قتلى في هجوم على الجيش الهندي بكشمير. بريطانيا تعلن رسميا حالة الجفاف في البلاد. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة 3 مواطنين من بارجمة وفيلاج وتسني بفيروس كورونا. في غضون ذلك شفي 4 مرضى في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,133، شفي منهم 9,953 وتوفي 103، فيما يتلقى 77 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 12 من أغسطس 2022. قيم فرع التعليم في الجنوب تنفيذ برامجه وفق الخطة الموضوعة في التقييم الذي جرى في 9 و10 من أغسطس في كل ممن دفر ودك محره، وأكد بأن نسبة نجاح الطلاب في العام الدراسي 2021-2022 كانت 88%. وقدم مسؤول الفرع الأستاذ هبتزكي كداني توضيحا قال فيه أن نسبة النجاح في الابتدائية كانت 92.6%، وفي المتوسطة 83%، والثانوية 78.6%. وتوجه 3400 طالب بينهم 1618 طالبة إلى ساوى لإكمال الصف الثاني عشر. وذكر مسؤولو التعليم في 12 مديرية بالإقليم بأن العام الدراسي 2021-2022 تم تجاوزه بنجاح مع تحديات كورونا، كما أن كثرة الطلاب في الصف الأول كان تحديا آخر. ودعا الضيوف القادمون من المكتب المركزي لوزارة التعليم للعمل الدؤوب لتعزيز العملية التعليمية والحد من ظاهرة الغياب والمقاطعة وزواج القاصرات ومشاركة الطالبات في مائدة التعليم. وقال المشاركون بأنه يجب مشاركة الإناث في القيادة والإدارة والقيام بإجراء دراسة حول زواج 102 من الطالبات في مديرية ميمنة، والعمل المنسق لتصحيح أخلاقيات الطلاب الخاطئة وخلق آلية للتخلص من الكتب التالفة وحل إشكالية التسهيلات. وناشد المدير العام لقسم الأبحاث وتطوير القوى البشرية في وزارة التعليم السيد بطرس هيل مريم بعد أن أشاد بالخطوات المتخذة لتحسين الكفاءة التعليمية في كافة المديريات، دعا للعمل لإعادة الطلاب المقاطعين للدراسة إلى مائدة التعليم والحد من مقاطعة الطلاب للدراسة وحفظ الإيجابيات وبذل جهود حثيثة لتقديم دورات للمعلمين الجدد. وتوجد في الإقليم الجنوبي 176 من رياض الأطفال و266 مدرسة ابتدائية و98 متوسطة و28 ثانوية و5958 طالبا بينهم 2670 طالبة. ذكرت شرطة المرور في الإقليم الأوسط ارتفاع الحوادث المرورية في النصف الأول من هذه السنة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضح قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هيل براخي أوضح مصرع 15 شخصا في 1355 حادثا مروريا وقع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وإصابة 306 بجروح بليغة وطفيف وتدمير ممتلكات تقدر بأكثر من 8.8 مليون نقفة. وأشار إلى انتهاك 39,465 سيارة لقوانين المرور عوقبت بأكثر من 7.7 مليون نقفة.
وقال إن شرطة المرور قامت بالتعاون مع قسم النظام والقانون في الإقليم الأوسط بمعاقبة 1822 سيارة انتهكت إجراءات مكافحة كورونا بالتحرك بعد الوقت المحدد للتوقف، وذلك بمبلغ بلغ أكثر من 1.5 مليون نقفة. كما تم معاقبة 108 من السيارات الملاكي ب5,000 نقفة لكل منها، وعدم الحركة ل3 أشهر لعملها في نقل الركاب بمبالغ مالية خارج إطار القانون. من جهة أخرى، أوضح الرائد هيل براخي أن 1500 دراجة تعمل بالطاقة الكهربائية تمت إجراءات تركيب اللوحات بموجب التعليمات الصادرة لاستخراج لوحات الأرقام. ودعا قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هيله السائقين للالتزام بالقانون للحد من الحوادث المرورية والكف عن السرعة الفائقة والتأكد من جودة عمل السيارة وسير المشاة والدراجات في الطرق المحددة لهم واحترام توجيهات شرطة المرور. عقد الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر سمينارا لأعضاء تنظيم الشباب العمال في مدينة عصب من 4 حتى 7 من أغسطس الجاري حول المهام المرحلية. وذكر مسؤول الفرع السيد عثمان عبد القادر في التوضيح الذي قدمه الدور الفاعل للشباب في برامج التصدي، موضحا بأن كل مرحلة لها فرصها ومميزاتها، ويجب على الشباب تقوية التنظيم والوعي للتماشي مع كل مرحلة. ودعا الشباب لبذل الجهد لاكتساب العلم والمعرفة والعمل بالدورات التدريبية المقدمة لرفع قدراتهم. وشرح برامج الاتحاد الوطني للشباب والطلبة لتنمية قدرات الشباب بالتعاون مع الشركاء، وقال إن التوعية والتنظيم والتسليح أساسي لتنفيذ مهام المرحلة بجدارة. هذا ونظمت سيمينارات مماثلة في ضواحي مديرية الرعدة. أفاد منسق الحملة الطلابية الصيفية بإقليم الكاشبركة الأستاذ هابتوم غبريسوس إن الحملة شهدت تنفيذ أنشطة تنموية فعالة تمثلت في حماية التربة وحفظ المياه وصيانة الطرق الترابية. وشارك في الحملة 2023 طالبا و85 مشرفا من المعلمين من 12 مدرسة، وكذلك خبراء زراعيين ومنسقي الحملة. وتم غرس 123 ألف شتلة ورعاية 65 ألف شتلة أخرى، وأعمال مدرجات بطول 90 ألف كيلومتر، وحواجز مائية بطول 4600 متر مكعب. وذكر بأن الشتول المغروسة في المحميات بمديريتي بارنتو ولوجو عنسبة بلغت مستوى جيد، داعيا المواطنين والجهات الحكومية لإجراء متابعات فعالة. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية السيد تخسك فلماريام إعداد حوالي 800 ألف شتلة في مشاة البارنتو ولوجو عنسبة وغرداد، غرس منها حوالي 220 ألفا عبر الطلاب والمواطنين والموظفين. وأشار السيد محار يوهنس خبير حفظ الغابات والحياة البرية في مديرية بارنتو إلى إعداد أكثر من 51 ألف حفرة وغرس أكثر من 37 ألف شتلة، موضحا فعالية الأعمال التنموية. وقال الطلاب إنهم اكتسبوا تجارب ثرة مؤكدين العمل الدؤوب في المستقبل. تم تنفيذ إصحاح البيئة في ضاحيتي أفيمبول وكيرو بالكامل ضمن جهود إصحاح البيئة في مديرية دقة ومكافحة الأمراض المعدية. وأشاد مسؤول إصحاح البيئة في مكتب وزارة الصحة في إقليم الكاشبركة السيد عبد يعقوب في مراسم تدشين إصحاح بيئة الضاحيتين، أشاد بالمشاركة الواعية في تنفيذ البرنامج داعيا إلى مواصلة العمل لديمومته. ودعا ممثل مكتب الخدمات الاجتماعية السيد سمون يمانه إدارات الضواحي ولجان القرى لضمان استمرارية إصحاح البيئة. من جانبه أوضح مدير مديرية دقة السيد حمد إيلا إن 8 ضواحي من جملة 10 ضواحي نفذت إصحاح بيئتها، مؤكدا مساهمة البرنامج في مكافحة الأمراض المعدية. وذكر السكان بأن أنشطة التوعية المسبقة ساعدت في إنجاز أعمال إصحاح البيئة. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية.
أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أن بلادها قررت تعليق حتى إشعار آخر الجزء الأكبر من عملياتها العسكرية في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة بعد رفض السلطات المالية مجددا السماح لطائراتها بالتحليق. وقال الناطق باسم الوزارة إن الحكومة المالية رفضت مجددا السماح لطائرة بالتحليق، وكان من المفترض أن تتيح تناوب عناصر الطاقم. وأضاف: لذلك قررنا تعليق عملياتنا الاستطلاعية ورحلات المروحيات حتى إشعار آخر، لأنه لم يعد من الممكن دعم البعثة الأممية على الصعيد العملي. هاجم مسلحون موقعا للجيش الهندي في إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أسفر عن مقتل 3 جنود، بينما قتل مهاجمان في تبادل لإطلاق النار الذي جاء وسط إجراءات أمنية مشددة قبيل احتفالات الهند بعيد الاستقلال. وقال مسؤول بالجيش الهندي لرويترز إن الهجوم في منطقة راجوري بالإقليم، وتم تطويق المنطقة المحيطة بالموقع بعد ذلك، بينما أجرت قوات الأمن عمليات تفتيش. ووقع الهجوم بعد أيام قليلة من الذكرى الثالثة لإلغاء الحكومة الهندية للحكم الذاتي الدستوري لكشمير، ويأتي بين تاريخين مهمين، حيث من المقرر أن تحتفل الهند بذكرى 75 يوم الاثنين لاستقلالها عن الحكم الاستعماري البريطاني. أعلنت الحكومة البريطانية أن أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنجلترا انتقلت رسميا إلى حالة الجفاف بعد فترة طويلة من الطقس الحار الجاف التي تشهده القارة الأوروبية. وقال وزير المياه البريطاني ستيف دويل في بيان له إن جميع شركات المياه أكدت أن الإمدادات الأساسية من المياه لا تزال آمنة. وبلغ معدل الجفاف منبع نهر التايمز أعلى مستوياته على الإطلاق في اتجاه مجرى النهر، إذ يبدو أن إنجلترا تتجه صوب موجة جفاف يقول بعض الخبراء إن البلاد غير مستعدة لها. وقال مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا إن شهر يوليو الماضي كان الأكثر جفافا في إنجلترا منذ عام 1935، إذ بلغ متوسط هطول الأمطار 23.10 مليمتر، أي 35% فقط من المتوسط لهذا الشهر. ودفعت درجات الحرارة المرتفعة على نحو غير مسبوع وقلة هطول الأمطار شركتين للمياه في جنوب البلاد لإعلان حظر مؤقت على استخدام خراطيم المياه وأنظمة الرش. أضاءت السماء في جميع أنحاء العالم بظهور قبل القمر الكامل المسمى قمر الحفش العملاق، حيث أتيحت الفرصة لعلماء الفلك المتحمسين لرؤية القمر بشكل واضح. ووصل القمر المعروف باسم قمر الحفش العملاق إلى سطوع كامل، حيث أضاء أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة ودول عديدة أخرى حول العالم، منها ألمانيا وعمان وتركيا والإمارات وأمريكا. بصرف النظر عن بعض الأجزاء حيث كان هناك غطاء سحابي، تمت إضاءة معظم المملكة المتحدة بشكل أكثر إشراقا من المعتاد بين عشية وضحاها، وهو يحدث عندما يكون في أقرب نقطة له من الأرض في مداره، وفقا لموقع صحيفة ديلي ميل البريطانية. ختام هذه النشرة سيداتي وسادتي تذكير بالعناوين. إصابة 3 مواطنين بفيروس كورونا اليوم. فرع التعليم بالجنوب يقيم نشاطه. ارتفاع الحوادث المرورية في الإقليم الأوسط. ألمانيا تعلق عملياتها في مالي ردا على رفض المجلس العسكري السماح لطائراتها بالتحليق. قتلى في هجوم على الجيش الهندي بكشمير. وبريطانيا تعلن رسميا حالة الجفاف في البلاد. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الملكية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.